أنت تطلب من الجيش السعودي أن يأتي لك ويحرر لك فلسطين. طيب أنتم استرجلوا مرة واحدة في تاريخكم، يعني صيروا رجال ولو لمرة واحدة في تاريخكم. كل تاريخكم تأتيكم شعوب الأرض لتحرركم من المحتل. حرركم البابليون عندما ذهبتم إليه تتباكون، ذهبتم إلى بابل إلى الملك نبوخذ نصر في بابل في أرض العراق، تتباكون على احتلال الإسرائيليين لكم. بني إسرائيل احتلونا وظلمونا وضربونا، فذهبتوا تشتكون وتتباكون مثل ما تتباكون الآن على احتلال الإسرائيليين لكم. ذهبتوا تتباكون إلى ملك بابل نبوخذ نصر، فجاءكم ونصركم وطرد اليهود وسباهم وحرر لكم أرضكم وأرجعكم مرة أخرى إلى فلسطين. طيب جاءكم العرب بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرركم من الروم، لأنكم انبطحتوا للروم ولم تستطيعوا أن تحرروا شبر من فلسطين. جاءكم العرب من جزيرة العرب بقيادة البطل العربي الكبير عمر بن الخطاب وحرركم مع القادة الأبطال أبو عبيدة بن الجراح، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة. هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين حرروا العرب وطردوا الأعاجم من أرض العرب سواء كانوا فرس أو روم. حرركم عمر بن الخطاب والعرب من براثن الاحتلال الرومي. ثم بعد ذلك احتلوكم الصليبيين، احتلوا فلسطين والقدس وذبحوكم كالنعاج في فلسطين. 80,000 فلسطيني قتله الصليبيون في يوم واحد عند دخولهم القدس. من حرركم؟ هل حررتم أنفسكم من الصليبيين؟ جاءكم صلاح الدين الأيوبي الكردي، جاءكم من تكريت من شمال العراق، فوحد الشام ووحد مصر، ثم شن هجماته على الصليبيين وحرر لكم فلسطين وحرر لكم القدس. أنتم لم تحرروا حتى ربع شبر من فلسطين. ثم جاءكم المغول واحتلوا فلسطين فحرركم سيف الدين قطز، قائد من خوارزم عاش وتربى في مصر، ثم انطلق من مصر عندما وصل المغول إلى فلسطين واحتلوا فلسطين وقاتلهم في عين جالوت وحرر وهزمهم وحرر فلسطين. الآن ثم جاءكم المستعمر العثماني، جاءكم البريطاني، والآن اليهودي. لن تحرروا عبر تاريخكم شبر من فلسطين. أنا أخاطب هؤلاء الزط وشتات الرومان الآن الذين يتهجمون على دول الخليج ويسبون العرب ويتآمرون العرب ويقولون العرب أنتم بعتوا القضية، بينما هم كانوا بائعين للقضية منذ أن خلقهم الله على وجه الأرض. وضربنا أمثلة بمن حررهم، وضربنا أمثلة كيف أنهم لا يستطيعون أن يحرروا شبر واحد من أرض فلسطين. إذا أنت كفو الآن وتطالب الجيش السعودي بأن يحرر لك فلسطين، طيب أنتم استرجلوا مرة واحدة في حياتكم، صيروا رجال مرة واحدة لتكن عندكم غيرة ونخوة وشرف مرة واحدة في حياتكم، وحرروا فلسطينكم، بدل من أن تطالب على مثل ما تقول كتائب الجيش السعودي. اطلب كتائب حماس تحرر القدس لك، كتائب فتح، كتائب الجبهة الشعبية الآن اللي الآن يقاتلون مع بشار ضد الشعب السوري. مو أنتم فصائلكم منذ أن أنشئت أو منذ أن صارت هناك قضية فلسطينية فصائلكم كلها تقاتل ضد العرب وكلها تتآمر ضد العرب، وإذا لم تتآمروا ضد العرب تتآمرون على بعضكم في فلسطين وتتقاتلون وتتناحرون، مثل ما شاهدنا في غزة. تم رمي الفتحاويين من على أسطح المنازل، رموهم الحمساويين وقتلوهم شر قتلى وطردوهم بثياب نومهم في الليل. هربوا من غزة إلى الحدود المصرية ببيجامات النوم فتحاوية. وعندما تقتل إسرائيل القادة الفلسطينيين اللي تابعين لهذه المنظمات فلا يقتلونهم إلا بخيانة ودسيسة من الفلسطينيين أنفسهم. فالشاهد في هذا الأمر إخوانا ما نطيل أكثر أن هؤلاء كذابون منافقون مجرمون، جعلوا ديدنهم الآن هو التهجم على العرب ومناكفة العرب والدسيسة بين العرب باسم هذه القضية التي أصبحت الآن بسبب هؤلاء قضية ملعونة، قضية يكذب من يقول لك الآن بأن هذه القضية هي القضية الأولى بالنسبة لي، كذاب من المشرق العربي إلى المغرب العربي. كل من يقول هذا الأمر غير صادق.